الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد ولا ند ولا مثيل ولا شبيه ولا والد ولا ولد له أحد بصفاته أحد بذاته تجلى عن الشبيه والمثيل وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله برسالة الإسلام فكان كالشمس وضحاها وبقرآن كان كالقمر إذا تلاها وبسنة كانت كالنهار إذا جلاها فمن أعرض عن ذلك كان كظلمة الليل إذا يغشاها صلى الله عليك يا علم الهدى يا من علمت المتعلمين وبعد أيها الإخوة الموحدون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وأذكركم بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله عز وجل خبير بما نعمل إن الله عز وجل مطلع علينا وناظر إلينا إن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى يسمعنا ويبصرنا وتعالى الله علوا كبيرا عما يقولون. أيها الجمع الطيب، حديثنا اليوم عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بوصايا في هذا الحديث. حديث عظيم، حديث لو أردنا شرحه والله الذي لا إله غيره ولست بحانث يحتاج إلى جمع كثيرة، ولكن أسأل الله تعالى أن يبارك لنا بالوقت حتى نعطي هذا الحديث حقه. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي وعد 5 وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. حديث عظيم فيه وصايا، فيه 5 وصايا وصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نبدأ بالوصية الأولى: اتق المحارم تكن أعبد الناس، أي اجعل بينك وبين ما حرمه الله عز وجل عليك وقاية، حاجزا منيعا يقيك من حر النار ويقيك من حر ومن عذاب الله. اتق المحارم تكن أعبد الناس. ما معنى اتقي؟ التقوى كما عرفها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي الخوف من الجليل والعمل التنزيل والاستعداد ليوم الرحيل
والرضا بالقليل، أن تستعد للرحيل، أن ترضى بالقليل. هذه هي التقوى. التقوى أن تجعل حاجزا يقيك من حر النار. التقوى إذا عبرت شارعا وفيه أشواك اتقيته وغيرت هذا الطريق. هذه هي التقوى. اتق المحارم تكن أعبد الناس. هل تريد أن تكون أعبد الناس؟ اتق المحارم. كل شيء حرمه الله عز وجل علينا أن نجعل بينه وبيننا وقاية، حاجزا منيعا. حرم الله عز وجل الكذب فلا نكذب. حرم الله عز وجل علينا النظر إلى الحرام فلا ننظر إلى الحرام. حرم الله عز وجل علينا الموسيقى والأغاني، لا نستمع إلى الموسيقى والأغاني. حرم الله عز وجل علينا شرب الخمر، لا نشرب الخمر ولا نشرب كل شيء يودي إلى مسكر. حرم الله عز وجل علينا الغيبة والنميمة، لا نغتاب أحد ولا ننم على أحد. حرم الله عز وجل علينا الزنا فلا نقع في أعراض المسلمين. حرم الله عز وجل علينا خطوات الشيطان. قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان أيها الإخوة لا يأتيك ويقعك في الزنا بوقت الحال، إنما يأتيك بخطوات، نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. اتق المحارم تكن أعبد الناس. حرم الله عز وجل علينا المحرمات، فكيف نتجرأ على الله ونقع بالحرام؟ نقع بالسماع إلى الأغاني، نقع بالسماع إلى الموسيقى والمعازف. أحدنا يضع الأغاني في دكانه ويقول: ليس عندي رزق، أخذ من الناس كذا من العملة وليس فيها بركة. ضاعت البركة بوقوعك في الحرام، بوقوعك في السماع إلى الموسيقى والأغاني. قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى، أي الزنا، والحرير، الرجال تلبس الحرير، والمعازف. تدخل إلى دكان تجده فاتح الشاشة على أغاني ومسلسلات، تنصحه فيقول: هل هو حرام؟ يعني هل هذا حرام؟ وكأنه لا يدري. ينظر إلى النساء العاريات في المسلسلات والأفلام ولا يفكر أن الله عز وجل يراه ومراقب له. نسأل الله تعالى العافية وأن يعصمنا من الفتن ومن الحرام. اتق المحارم تكن أعبد الناس. الوصية الثانية، قال صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الرضا أيها الإخوة منزلة عظيمة في الجنة. الرضا منزلة عظيمة في الجنة. عندما ترضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظر إلى من هو فوقك تزدري خوفا أن تزدري نعمة الله، انظر إلى من هو دونك. هذا الذي ركب السيارة، وهذا الذي عنده مزرعة، وهذا الذي أطعمه الله عز وجل ورزقه الله عز وجل الأولاد، وأنت ليس عندك أولاد، وأنت ليس عندك سيارة، وأنت ليس عندك مزرعة. لا تنظر له، انظر إلى من هو دونك. كثير من الناس بالمشافي، كثير من الناس من ذهب عضو من أعضائه، كثير من الناس من ابتلاه الله عز وجل بفقد أولاده، بفقد بيته، بخسارة دكانه، بخسارة عضو من أعضائه. انظر إلى من هو دونك. عندما تنظر إلى من هو دونك تحمد الله عز وجل
وتتعرف على الله عز وجل أنك بنعم كثيرة. والله أيها الإخوة، لو قالوا لك خذ كل الدنيا وسنأخذ بصرك، لقلت لهم خذوا كل الدنيا وأرجعوا لي بصري. لو قالوا لك خذ أموال الدنيا كلها، سنأخذ سمعك، سنأخذ عضوا من أعضائك، لقلت خذوا كل الدنيا واتركوني بصحتي وعافيتي. العافية والصحة ونعمة الدين نعمة عظيمة، نعمة عظيمة أن جمعنا الله عز وجل في هذه الوجوه الطيبة، نعمة عظيمة أن جلسنا في هذا المسجد، نعمة عظيمة. كم من محروم في هذه اللحظة وهو يعصي الله عز وجل، كم من محروم خلقه الله عز وجل في دولة كافرة يعبد غير الله ويستغيث بغير الله ويستعين بغير الله، ونحن موحدون نأتي إلى الجمعة ونتعرف إلى الله عز وجل ويخشع القلب وتزرف العيون خوفا من الله. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أيها الإخوة، تجد بعض الناس لا يعجبه حاله ولا يعجبه بيته ولا يعجبه خيمته ولا يعجبه سيارته ولا يعجبه جواله ولا يعجبه أولاده ولا تعجبه زوجته، فيبقى بحالة نفسية واضطراب وهموم وغموم، ويحتاج إلى علاج نفسي أو رقية شرعية. لماذا؟ لأنه لم يرضى بما قدره الله عز وجل عليه. من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. الذي يرضى فالله عز وجل يرضيه. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وقال في الوصية الثالثة: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. وكان موضوعنا في الخطبة الماضية عن حقوق الجار. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، ولم يقل تكن مسلما، لأن الإيمان درجته أعلى من الإسلام. في أركان ومراتب الدين الإيمان أعلى من الإسلام. قال: أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. قد حققت الإيمان، قد حققت الإيمان لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حقوق الجيرة أيها الإخوة عظيمة عند الله، لذلك أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الأحاديث. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. وأحب للناس ما تحب لنفسك، الوصية الرابعة: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. إذا أردت أن تكون من المسلمين ويسلم المسلمون من لسانك ويدك، أحب لهم ما تحب. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. بعض الناس أيها الإخوة يرى عندك الأولاد فيكون حاقدا وحاسدا أن الله عز وجل رزقك بأولاد وليس عنده أولاد. وبعض النساء ترى أن أختها أو جارتها سعيدة مع زوجها فلا تحب هذا، فتذهب إلى الدجالين وإلى السحرة والمشعوذين فتصنع لهم سحرا وحجابا وتضعه في الطعام وتنكس عليهم عيشتهم وتفرق بين المرء وزوجه. والله عز وجل ذكر هذا في سورة البقرة: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه.
لا تريدها سعيدة، قلبها يتعذب، ضميرها يتألم عندما ترى جارتها سعيدة مع زوجها، عندما ترى أختها سعيدة مع زوجها. حقد وغل في قلبها، قلب مريض. وأحب للناس ما تحب لنفسك. تحب السعادة، حبها للناس. تريد العلم، حبه للناس. تريد الأولاد، أحب للناس أن يكون عندهم أولاد. هذا مرض عظيم والله الذي لا إله غيره. إخواني، يأتون إلينا إلى مركز الرقية وقد فعلوا الأسحار وذهبوا إلى الدجالين والمشعوذين ووضعوا السحر بالطعام، ووضعوا السحر مع الشاي، ووضعوا السحر مع الشراب. من أجل ماذا؟ ليس بينهم شيء، إنما هو الحقد والحسد، لأنهم سعيدون في حياتهم. يأتون إلينا ويتخبطون أعواما ونحن نعالجهم شهرا وشهرين بل أكثر، وقد سحرتها جارتها، وسحرتها مرت عمها أو مرت زوجة خالها، وضعت لهم السحر فعطلت زواجها. يأتيها 100 عريس ولا يقدر الله عز وجل النصيب. يذهب هذا الشاب ليخطب من 100 عائلة، وشاب وسيم تقي مصلي، ولا يقدر الله عز وجل له القدر في أن يتزوج. لماذا؟ لأنهم وضعوا لهم سحر التعطيل، تعطيل الزواج، فيعطلون زواجه ويضعون سحر التفريق. تجد العائلة سعيدة مع زوجها، الزوج يأتي إلى بيته مسرور تقي يلعب صغاره يداعبهم، وجارتها زوجها قاس وظالم. لماذا هذه الجارة؟ أصواتهم عالية وهم يضحكون ويتمايلون وهم سعيدون. تذهب إلى أحد الدجالين وتصنع السحر وتدفع الأموال الباهظة وتفرق بين المرء وزوجه. بالأمس أيها الإخوة أتتني امرأة فقرأت عليها القرآن فصرعت ونطق الجني. منذ 20 سنة وهي مسحورة. تعلمون ما هو السحر؟ هو السحر لتعطيل الأولاد. يذهبون إلى الأطباء، والله تكلم زوجها وهو يقول: قد دفعت آلاف الدولارات على علاجها بالشرق والغرب. ذهب بها إلى تركيا وذهب بها إلى لبنان، وقالوا خذ العسل فأكل العسل الكثير، وقالوا خذ كذا فأكل كذا، وأخذ وتعالج والأبر وغيرها من الحبوب، ولم يقدر الله عز وجل له الولد. ولا طبيب قال له أنه لا يأتيك الأولاد أو فيك عقم، ولو قالوا له لما تعالج، إنما يقولون له عندك آلاف من الحيوانات المنوية ويحصل الأولاد. فهو يستغرب والأطباء يستغربون. فعندما أتوا قرأت عليهم القرآن فإذا بالمرأة مسحورة فصرعت، والسحر قديم وضعوه لها في الشراب. وتذكرت المرأة، لأننا لا نعلم من وضع لها السحر، إنما هو أمر غيبي لا يعلم به إلا الله عز وجل. عطلوا لها الأولاد ودفعوا الأموال وكسروا قلبها أمام عائلتها عندما ترى الصغار يلعبون ويذهبون إلى العيد.
وتتذكر أن ليس عندها أولاد، فتتألم ولا يعلم بقلبها وقلبه إلا الله. من أجل ماذا وضعوا لها السحر؟ من أجل حقد وحسد عظيم. ما أكلت أموالهم ولا ضربتهم ولا آذتهم، إنما أرادوا قهرها وأرادوا طلاقها من زوجها. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. إذا أردت أن تكون مسلما فعليك أن تحب للناس، حب لهم السعادة، حب لهم الأولاد، حب لهم الأراضي والبيوت. اسعد لذلك. عندما ترى فلان اشترى سيارة قل له ما شاء الله تبارك الله، رزقك الله إياها، نسأل الله تعالى أن يبارك لك بها. لا تقل له من أين أتيت بالمال؟ من أين أتيت بها؟ هل عملت؟ هل سرقت؟ أنا أعرفك أنك فقير وكذا وكذا. أما الوصية الأخيرة أيها الإخوة، وأختم حديثي، وقال صلى الله عليه وسلم: ولا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. بعض الناس أيها الإخوة آخذ بهذه الدنيا بالمراء والمزاح والضحك والنكت، ليس عنده جدية في الدين، وليس عنده جدية بالعبادة. إذا أرخى لحيته زميله يضحك عليه، وإذا قصر بنطاله يضحك عليه، وإذا قال له الأغاني والموسيقى محرمة يضحكون عليه، وإذا قال لهم اتق الله قالوا عنه شيخ وضحكوا عليه. لا تكثر من الضحك ولا تكثر من المراء. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ويضحك، ولكن كان عنده جدية. مزح وضحك مع عائشة رضي الله عنها في أحد الغزوات، وقال لها: أتسابقينني يا عائش؟ فسابقها، فمر هزمها ومر هزمته، فداعبها. ومزح أيضا مع عجوز، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل عجوز الجنة. فبكت هذه المرأة، قالت: لماذا يا رسول الله؟ فقال لها: لأن أعمار أهل الجنة 33. فابتسمت وضحكت. كان يمزح صلى الله عليه وسلم ويبتسم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، يخيط نعله، وعائشة رضي الله عنها تطحن بالرحى، تطحن القمح. فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت وجهه متلألئا كالبدر ليلة التمام، فقالت: يا رسول الله، إن وجهك أجمل من القمر ليلة التمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، فترك ما بيده وقام لها وقبل رأسها وقال لها: والله يا عائش ما سررت مني كسروري منك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويمزح ويداعب أصحابه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي وعد 5 وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا والله أعلم وأحكم، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة،
ويلقى به في النار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز وسعادة المستغفرين، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإن حبها إذا استولى أسر. وحافظوا على الصلوات وحضور الجمع والجماعات، واعلموا أن الله أمركم بأمر فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الجمع الطيب، أيها الإخوة الأكارم، أيها الوجوه النيرة، النبي صلى الله عليه وسلم عندما يوصينا يكون ذلك عن طريق الوحي، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي أن الله عز وجل هو الذي أوصانا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق الوحي. هذه الوصايا الخمس أيها الإخوة لو طبقناها لفزنا في الجنة عرضها السماوات والأرض. وغيرها من الوصايا ما أجمل أيها الإخوة أن نكون نحن المسلمون نسير على منهاج النبوة، نسير على الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نسير على هذا الطريق الذي آخره جنة. فليكن نصب عينيك أيها الإخوة الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، على فهم الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. لا يوجد ضلال بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا تمسكنا بهما. ما هما يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. عندما نسير على الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم من مدرسة النبوة، مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الذي خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم الأبطال وخرج منها الرجال ففتحوا الفتوحات وسادوا الأمم، وكان شأنهم عظيم عند الله عز وجل. كان الكفار يدفعون الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم وهم صاغرون وهم قلة. لماذا؟ لأنهم ساروا على أمر الله وانتهوا عما نهى الله عز وجل عنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.